السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو اليوم بغيت نشارك معكم كيك او طارت بالتفاح، وغتكون مزينه من الفوق بالفلون ديال البنان. ممكن ديروا اي فلون عندكم، انا موجود عندي غير هذا ديال البنان. عندي المواد اللي غادا نستعمل كالتالي: عندي بيضه واحده، عندي 4 ديال الملاعق ديال السكر، عندي نصف كأس ديال الزيت، زيت المائدة، عندي ربع كأس ديال الحليب، واحد البو ديال الياغورت كيف ما كان الشكل ديالو، فاني ولا بنان وعندي الدقيق حسب الخليط مغربل، 7 غرام ديال خميرة الحلويات ولا 8 غرام، النكهه ديال الفاني ولا النكهه اللي بغيتو، هنا عندي واحد 2 ديال التفاحات، هنا عندي قبصه ديال الملح. هادو هما المواد اللي غادا نستعمل. ملي طيب الكيك عاد نشوفو تزيان بالفلون. وبلا ما نطول معاكم لان الكل شي كيعرف يصاوب الكيك، غندير انا هاد البيضه نطربها مزيان مع السكر، ومن بعد نضيف الزيت، ومن بعد الياغورت والحليب، ومن بعد الدقيق والخميره والفاني، ونخلط كل شيء ونرجع نكمل معكم التتمه. بعد ما خلطت البيض والسكر والفاني غادا نضيف هاد الزيت، نخلط مزيان تيندمج الزيت مع هاد البيض والسكر، ونضيف هاد ربع كأس ديال الحليب، وهاد حك ديال الياغورت، وعاد الدقيق والخميره. هادوك 2 تفاحات قطعتهم على هاد الشكل قطع صغيره. الا كان التفاح عندكم اصفر يعني رطب وحلو، بلا ما غديروا في كاسرول وديروا عليه شويه الماء تخليوه 2 دقائق فوق العافيه. الا كان حسيتو بقاصح شويه مازال شاد راسو وفيه الحموضه، غتقطعوه بحال هاد الشكل كيف ما غندير، وغديروه في كاسرول وتزيدوا عليه تضيفوا عليه واحد الكأس ديال الماء، وتخليوه يغلى واحد 2 ديال الدقائق ولا 3 صافي. كتصفيوه ما كتخليوش حتى كيهرى، غير شويه كتحسوا به راه هكا ديروا بالموس بالسكين تلقاو شويه بدا كيرطب صافي، وكتحيدوا بهذا الشكل باش في الكيكه كيطيب دغيا وكيجي فوندون، ما كيجيش داك الاخر اللي درتو الحامض هكا مباشره. كاينين بعض التفاح اللي كيكون مازال قاصح كتحسوا به راه مازال كركم في الكيك. اما هذا ملي كديروا في الماء غليان كتخليوه واحد يغلي واحد 2 دقائق ولا 3، يعني كيولي هشيش وكيرطب بحال الكيك. هو بعد ما صفيتو وتخليوه تيبرد صافي. ودابا غادا نكمل خلط الكيك، عجين الكيك، وغادا نرش عليه يعني هاد القطع ديال التفاح. كتزينوا بهاد القطع ديال التفاح هكا عشوائي صافي، وندخلها للفرن طيب عادي من التحت، ونشعلوا عليها من الفوق، ونتلاقاو بعد ما طيب.
وفي انتظار الكيك يطيب عندي هنايا جوج ديال البرتقالات ولا جوج ديال الليمونات غادا نعصرهم، وعندي ملعقه ديال السكر. نتوما حسب الذوق راه كتذوقوا، الا كان البرتقال حامض راه كديروا جوج ديال الملاعق ولا 3 على حسب ذوقكم. ومن الاحسن اللي لقى الفلون ديال البرتقال يديروا معاه راه كيجي زوين. انا عندي غير هذا ديال البنان، هذه راه ديال الفلون ديال 4 فيها 4 غرام، لا فيها 2 ديال الغرام ونص، هذه ديال 4 ديال الاشخاص. المهم هذه كيديروها في نصف لتر ديال الحليب ولا نصف لتر ديال البرتقال. انا غندير غير كاس صغير ديال البرتقال صافي، لان ما غاداش نعمر بها الكؤوس ولا كيك داك اللي كيكون محفر من الوسط. انا حاجتي غير كاس واحد صغير ديال الشاي باش غادا نسقيها من الفوق. بسم الله. غنضيف هذا الفلون، هنايا غنضيف هاد النكهه ديال السكر المنكه بزهره البرتقال. الا ما عندكمش ديروا الفاني ولا ما ديروا والو، لان هاد الفلون كتكون فيه النكهه ديال البنان. انا عندي هذا جبته معايا من المغرب، كيكون على هاد الشكل، ممكن كتلقاو عند المكازات ديال العرب. الريحه ديالو زوينه. الكيك بعد ما خرجته من الفران كيجي على هذا الشكل. دابا هذيك المواد اللي درت في الكاسرول غادا نديرها تغلي واحد 2 ديال الدقائق حتى 3 ديال الدقائق، كتختار شويه، وغادا نفرغها في السطح ديال الكيك وندخلها تبرد في الثلاجه. صافي ندير لها هكا بالمعلقه وندخلوها للثلاجه تبرد، ونتلاقاو بعد ما تبرد. الكيكه بعد ما خرجتها من الثلاجه يعني كتمسو هكا كتلقاو صافي كلشي راه جمد. كتجي هكا بريه بحال كتكونوا مثلا داهنينه بالجليكوز، وبطبيعه الحال كيكون اللون ديال الفلون اللي درتو ديال الفريز راه غتجي في الغوز درتو. نتمنى تعجبكم هاد الكيك البسيط، واللي يعجبو كيف ما العاده ما يبخلش عليا بلايك، واللي عجبته قناتي ما يبخلش عليا بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بطبيعه الحال غنقطع لكم واحد القطعه باش تشوفوها.